بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ كلنا نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونذكر الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. وقبل أي حاجة ندعي لإخواتنا في فلسطين وغزة ولبنان والسودان وجميع الدول العربية، اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر، اللهم آمين. النهاردة هعمل معاكم حلا سهل وسريع وموفر، ولادك بيحبوه وكبار بيحبوه. هتقدري تعملي الصينية دي كلها ب8 قطعتين أو 3 قطع من اللي بتشتريهم من برا. هتعمليه ولادك هيحبوه وهيطلبوه منك دايما، وتحدي. مفيش مقادير كتير ومش مكلف كتير، والطعم خرافة وأحلى من برا مليون مرة. وكفاية ان انت اللي عاملاه بإيدك وضمناه وعارفة انت عاملاه ازاي ونضفته ازاي. وطبعا كلنا بنحافظ على صحة ولادنا، اللهم بارك لنا فيهم جميعا يا رب العالمين. أول حاجة أنا معايا مج شاي، المج العادي اللي موجود في كل بيت، مليان سكر. انا ضفت السكر في المقلاية وهي باردة، بس انا قبل ده كله الكاميرا كانت فاصلة مني قبل ما انا قبل ما اضيف السكر. فبعد ما ضفته طبعا قمت انا قايله لحضراتكم. بعد ما ضفت السكر في المقلاية ولعت النار تحت الوسط بشوية. ممنوع المعلقة تضاف في السكر قبل السكر ما يدوب من الجناب. الجوانب بتاعة المقلاية كلها داير ما يدور بيكون السكر داب فيها. ببدأ دلوقتي أقلبه وأدخل كله في بعضه. بفضل أقلب فيه، النار ما تبقاش عالية، لأن الفرق ما بين الكراميل إن هو يديك طعم الكراميل وما بين المحروق شعرة، وهو طبعا لو اتحرق بيمرر. فأنا دلوقتي بقلب فيه لغاية لما يسيح. ما تقوليش ده هو كلكع معايا، لا مش هيسيح، لا هيسيح واحدة واحدة مع على النار، هيسيح منك. هتبدأي تقلبيه حلو لغاية لما يفك منك، لغاية لما السكر كله يفك يدوب ويبقى يبقى سايح معاكي كده يعني. هوريهولك ان هو فك خالص وان هو داب جدا. طبعا اللي موجود قدامي دوت كان البسكوت. انا المفروض ان انا كنت رايحه افرم البسكوت، بس مش عارفه، انا جبته وجيت على البوتاجاز وتهت بجد ان انا واقفه بصور والبسكوت محطوط. ما علينا، احنا اخوات كلنا وبنتوه وبيحصل معانا كل ده. دلوقتي السكر داب، هبدأ اضيف له هبدأ اجهز معايا الاول معلقة زبدة كبيرة. انا في الوقت ده بجهز معلقة الزبدة، وهجهز معايا بقية المقادير اللي انا هضيفها. طبعا انا ضفت الزبدة خلاص واقلبها كويس جدا لغاية لما تسيح. وطبعا على ما تسيح هطلب منكم الطلب بتاع كل مرة. اعملوا اشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس، اعملوا اعجاب، اكتبوا لي تعليق حلو، قولوا لي تسلم ايدك يا اموله. اعمل لنا وصفات كتير يا اموله، اطلبوا مني الوصفات اللي انتوا عايزين اعملها لكم، اطلبوها مني في التعليقات. هتفرحوني وهفرح جدا جدا بتعليقاتكم ديت ليا. وربنا يحسن دايما ما بين ايديكم وما بين ايديا، اللهم امين. واللي جرب وصفه من اللي انا عملتها يكتب لي في التعليقات ويقول له رايه فيها ايه. انا معايا كوبايه لبن وضفت لها معلقه كبيره نشا. قلبتهم كويس جدا وهبدأ اضيفهم على على الكراميل. ما تخافيش، اول ما هتلاقي السكر كلكع منك هيفك منك تاني. هتفضلي طبعا تقلبي 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 واحده واحده، هيفك منك، هيدوب وهيرجع يفك تاني منك عادي، ما تخافيش خالص. آه، كنت بقول لكم تعملوا له اشتراك للقناه. وقلت كمان تفعلوا زر الجرس وتعملوا لي لايك حلو كده، وتكتبوا لي تعليق جميل. ما تفتكروش ان انا نسيت لما انا وقفت في الكلام، لا انا مركزة معاكم. إيه هسيبها لما تفك خالص، ما عادش هيبقى فيها اي تكتلات. و قولي لي تسلم ايدك يا اموله. بعد كده هجيب لها طبق وهبدا اضيفه فيها. انا طفيت النار دلوقتي خلاص، وهجيب لها طبق اللي هفضيه فيها. هسيبها تبرد خالص، لازم تبرد
لغاية ما تقوليليش زي دمعة العين ولا زي رضعة البيبي، لا، هي هتبقى باردة جدا، أبرد كمان من رضعة البيبي، لأن هي لو فيها نسبة دفى بسيط، أول ما هتتحط على بقية الوصفة هتسيح، كله هيقوم متجانس كله في بعضه. فطبعا عشان حاجتك تطلع منك مظبوطة وجميلة وأحسن من الجاهز، وت... وتشرفي نفسك وتشرفي عيالك وتوريهم وتقولي لهم أنا بعرف أعمل كل حاجة وأحسن من اللي انتوا بتشتروها من بره، يبقى لازم نمشي على الخطوات دي وبالتفاصيل دي. انت شفتوها معايا في اول الفيديو هي طالعة ازاي ماسكة نفسها وقطعة. دلوقتي انا معايا 5 بواكي بسكوت، اللي هو بسكوت اللوتس بس المصري. احنا طبعا في المقاطعة ما بنستعملش اي حاجة بره المقاطعة. انا قلبت وضفت عليهم معلقتين زبدة كبار، سيحتهم في الميكروويف وضفتهم عليهم، هقلبهم كويس جدا مع بعض، وهبدأ اضيفهم في الصينية. دي صينية التشيز كيك اللي هي بتتفتح من الجنب. لو انت ما عندكيش الصينية دي، انت ممكن تعملي في الصينية العادية بتاعتنا، اي صينية عندك بتدخل الفرن، وفريدي فيها اكياس تلاجة. هتقطعي كيسين وتحطهم عكس بعض، وهتعمليها وهتطلع برضو زيها بالظبط، وهتطلعيها وهتبقى تحفة التحفة. وكفاية ان هي برضو من ايدك، كفاية ان انت اللي عاملاها لانك عاملاها بحب، مش عاملاها ان انا عاملة وخلاص، لا، اي حاجة انت بتعمليها لولادك بتعمليها بحب. انا بططت بالمعلقة الاولانية ما نفعتش، جبت المعلقة التانية برضو ما نفعتش، فصلت الكاميرا وبططتها بايدي. والله زي ما بقول لكم كده، اصلا انا ما عنديش خلق للحاجات ديت. هي ايدك وايدك اللي فيها البركة، وايدك اللي بتدي الطعم الحلو لكل حاجة حلوة. دلوقتي انا ضفت كوباية لبن كبيرة في العجان، او ممكن في المضرب الكهربائي عادي. بس انا بستسهل العجان بصراحة، انا عندي برضو المضرب، بس انا العجان بالنسبة لي سهل لان بشغل عليه وبسيبه بقى هو يكمل مع نفسه. انا ضفت 3/4 كوبايه كريم شانتيه ونص كوبايه باستري كريم، وما بضيفش اكتر من كده. إيه الكريم شانتيه بتاعي كان مسكر شويه، انا ما ضفتلوش سكر، بس لو بتاعك ما هوش مسكر، ممكن تضيفي له معلقه سكر بودر، او لو معلقتين لو انت عاوزاه مسكر قوي. ما تضيفيش سكر حبيبات عشان هيفصل الكريم شانتيه والباستري كريم، هيبقى صايت معاكي، مش هيربط الربط اللي انت عاوزاه. بعد كده سبتهم بقى يتضربوا حلو جدا مع بعض، وبعد كده جبت نص كوباية مية، اللي هي كوباية اللي هو الفنجان، مش الفنجان لأ، اللي هي الكوباية الصغيرة بتاعة القهوة دي، الاستكانة يعني. ضفت لها معلقتين صغيرين جيلاتينة، قلبتها لغاية ما الجيلاتينة دابت في المية. مية من الحنفية عادية جدا، مش مية سخنة، مية من الحنفية. سبتها لغاية ما كتلت فيها، وبعد كده دخلتها الميكرويف على 30 ثانية تفك، وهبدأ أضيفها على اللبن بالكريم شانتيه بالبستر كريم. لو انت عاوزة تعملي تحط مكان اللبن مية، حط براحتك، بس هم ولادنا اللي بياكلوا، وطبعا احلى حاجة واحسن حاجة احنا بنعملها لولادنا، فهي كوباية لبن يعني مش هتأثر. بعد ما اتضربهم كويس جدا، في حاجة نسيت اقولها. انا بعد ما خلصت البسكوت انا دخلته التلاجة يجمد. وبعد كده طلعته بقى من التلاجة دلوقتي، وبحط وبحط له الكريم شانتيه إيه عليه علشان يمسك. الجيلاتينة أساسي في الوصفة، يعني ما تقوليش هستغنى عنها. ب5 جنيه جيلاتينة من عند العطار هتعملي منهم مرتين وتلاتة. أساسي. ليه؟ لأن هي اللي هتخليلك الكريم شانتيه هيطلع لك قطعة واحدة. طبعا انتوا عارفين كل اللي انا بقوله دوت، ستات البيوت الشاطرة كلها عارفة الكلام ده، بس البنوتات الصغيرين اللي لسه متجوزين اللهم اصلح احوالهم يا رب ما يعرفوش، فاحنا بنحب نعرفهم ونوصل لهم المعلومة كاملة. حطيت الوصفة في التلاجة وسبتها لغاية ما جمدت. انا بوريكم ان هي لما بتتهز مفيش اي حاجة بتنزل منها، جمدت خالص. دلوقتي بقى هبدأ اضيف لها الكراميل اللي احنا عملناه مع بعض. اهو انا بوريكم الكراميل، حتى هو كان بدأ يكتل يعني زي ما يكون بيقول لي انا هتحول مهلبية. طب والله انا اقول لكم على حاجة،
انا كنت الاول بعمل الكريم كراميل ده وبتقله اكتر من كده، وكنت بعبيه بحطه في كاسات وبديلي ولادي ياكلوا كده. وكنت باخد ساعات نص الكراميل. انا قلت لكم وصفه تانية اهو كمان مع الوصفه الاولانيه، مع الوصفه بتاعتنا. وساعات كنت بعمل المهلبيه العاديه بتاعتنا، المهلبيه البيضه، وبحط نص الكوبايه مهلبيه، والنص التاني بعمله من الكريم كراميل ده. والله وكانت بتبقى تحفه وخطيره، واحلى مهلبيه كنا بناكلها. هعملها معاكم مره باذن الله. دلوقتي انا هسوي الكراميل كويس وهدخله التلاجة علشان ايه؟ يتجانس كله في بعضه، يمسك كله بقى في بعضه. هسيبها في التلاجة شويه. طبعا انا سبتها شويه، رحت صليت وعملت فنجان قهوه حلو كده، وجيت اتلقيت الصينيه منظرها مش عاطفي للتصوير. فقعدت ادور في البيت على حاجه ازين بيها. بصراحه ما تلاقيتش، او اللي عندي ما كانش يناسب الوصفه. رحت دورت في شنطه بنتي، اتلقيتها جايبه الكيس ده، اللي انا مش عارفه دوت نوعه ايه بالظبط، بس هو الصراحه شكله عجبني. قمت تاني سارقه الكيس من الشنطه، وقمت رايحه على طول جايه وبدات ازوق التشيز كيك. اجت وهي بتاكل بتقول لماما الله ده طعمه قوي، والبتاع ده انا جايباه زيه معايا في الشنطه حتى اوريهولك. قلت لها لا يا حبيبتي ما توريهوليش، انا خلاص اخدته من الشنطه وحطيته، ما تتعبيش نفسك. طبعا انا زينت بيه و... والمنظر بقى حلو يعني، بقى حلو. ربنا يحسن ما بين ايديكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لي تسلم ايدك يا أمولة. لو سمحتوا اكتبوا لي تسلم ايدك يا أمولة. دلوقتي انا بدأت افتح الصينية علشان اطلع التشيز كيك، وطبعا الصينية ما كانتش عايزة تتفتح ولا تطلع. فانا فصلت الكاميرا عنكم لغاية ايه فتحتها. دلوقتي هبدأ اقطعها معاكم، بس اقسم لكم بالله كان طعمها تحفة. والله كان طعمها تحفة. هي هتقولوا هي دي مش ما هيش تشيز كيك علشان ما فيش فيها جبنة. والله انا بعملها بالجبنة برضو، بس انا حبيت اعملها النهاردة من غير جبنة. انتوا شايفينها هي طالعة قطع ازاي، والقطع متماسكة ازاي. جربيها وهتعمليها يا ست، حتى لو ما هيش تشيز كيك اعتبروها ان هي اي نوع حلو سهل وسريع، وولادنا هيحبوه. الشتا جاي وولادنا هيبقوا عايزين حاجات حلوة كتير، وانا هعمل معاكم وصفات كتير بإذن الله ان شاء الله. وبتمنى منها ان هي تعجبكم وتنال اعجابكم. وعايزاكم دايما تدعموني باشتراك وبتعليق حلو تقولوا لي فيه ايه. تسلم ايدك يا أمولة. انا بوريكم الطبقات، طبقات البسكوت والكراميل والكريمة. ما تنسوش انا خبطت الكاميرا وديتها في حتة تانية، بس الحمد لله لحقت نفسي. انا بوريكم قد ايه هي متماسكة وجميلة. بتمنى ان هي تنال اعجابكم، وبتمنى منكم اشتراك في القناة. وربنا يحسن ما بين ايديكم. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.